الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمه الفضلى ومننه العليا، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي أنزل الله عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه وفضلاء خلقه، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعلنا من المكرمين، ويحفظنا بستره وتوفيقه، ويحفظ بلادنا وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين، وأن يختم لنا رمضان وقد عفى عنا وغفر لنا وكتبنا في ديوان الأبرار مع المصطفين الأخيار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة المبروكة هذه 18 من رمضان المعظم من عام 47 و400 وألف من الهجرة المصطفوية، الموافق ل8 من مارس 2026. إذن نحن في هذه الليلة إن شاء الله مع الجزء 19 من كتاب الله العزيز، واللي باش نتموا فيه بإذن الله تعالى سورة الفرقان اللي آياتها 77، ثم نتناول إن شاء الله نتمتع بسورة الشعراء، نتدبر سورة الشعراء اللي آياتها 227، لأن آياتها قصيرة، النسق بتاعها النسق الزخم متسارع قوي جدا قصير. وبعد ذلك شطرا من سورة النمل، قريب 50 آية أشوى 50 آية كاية، ويختم الجزء وآياتها 93 آية. نذكر فقط على العموم بما في هذه السور، وهو ليس بالغريب على نسق القرآن الكريم اللي من الأول نسمع فيه وإن شاء الله نختموه، دائما تركيز وتأكيد وتذكير بمبادئ أساسية، حاجات لازمة للمؤمن في عقيدته، في إيمانه، في فهمه للدنيا، في أنه يتفكر إذا سيتفكر شنو مهمته في هذه الحياة، لماذا خلقه الله تعالى، ومصير البشرية بعد ذلك للحساب والجزاء العادل. فأول شيء في هذه السور التي سنتناولها هو تذكير وتوكيد لمبادئ الإيمان. مبادئ الإيمان باش نلقاوها إن شاء الله على طول الآيات. وجود الخالق عز وجل، وجوده مثبت بالأدلة القاطعة البرهانية في هذه السور. وجود الخالق عز وجل، أنه إله واحد وأحد، واحد وأحد غير مجزأ، بل هو واحد، ليس 3 في 1 ولا 1 في 3 ولا 2، وإنما هو واحد أحد لا يجزأ ولا يفصل ولا غير ذلك. وما يتصف به من الأسماء الحسنى والصفات العليا، الصفات العليا نلقاه كذلك من خلال الخلق، من خلال المخلوقات، من خلال وصفه لنفسه، صفاته العليا. علاش؟ لأن العبد بفطرته بأشواقه يحب يعرف منين جاء، شكون خلقه، هذا الخلق من هو، ما هي صفاته. لأن في الإنسان جوعة، وفيه عطش، وفيه رغبة أصيلة موجودة في كل بشر. سؤال كما يقول الآخرين، سؤال وجودي، من أنا، من أين أتيت، ما هو مصيري، ما الذي أوجدني، كيف وجدت. هل مجرد تفاعلات كيميائية على آلاف وملايين السنين، وكل مرة زيد حاجة نقص حاجة حتى ولا إنسان وبشر، وإلا هو خلق مكرم وله مهمة وله رسالة، وأنه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، وأنه محاسب على ذلك، وأنه مسؤول، وأنه معزز ومدعم بالعقل، بالإرادة، بالإمكانيات، بالقدرات، بالقدرة على فعل الخير والشر وغير ذلك. فمعرفة الله تعالى تجعلك تعرف نفسك، والجهل بذات الله سبحانه وتعالى والإعراض عنه نتيجته هو ظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان لهذا الوجود وهذه الطبيعة والبشر وكذا وكذا. ليش؟ لأنه كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا
إنه ربي ما بعثش حتى حد، ما أرسل الله من شيء من أحد. كذلك الإيمان مش نلقاه في هذه الآيات وتذكروا الإمام يبدأ يقرأ وإحنا نبدأ نراجع ونبدأ نتفاعل. الإيمان بأساسيات الإيمان في حد ذاته بعد الإيمان بالله وحده لا شريك له. أركان الإيمان باش نلقاو برشا آيات تتحدث على اليوم الآخر، على الحساب، على حسرة الكافرين وتحسرهم، يقولهم يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعني هذا اليوم الآخر مهم جدا، ولذلك فيما أذكر من كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، إن شاء الله يكون النقل صحيح، يقول لولا الآخرة، لولا وجود فما حساب وعقاب نهار آخر، لولا الآخرة لكان غير ما ترون. راهو الدنيا غير الدنيا، والعلاقات غير العلاقات، ولا حد يحترم حد، ولا فما اتقان، ولا فما إيمان، ولا فما إحسان، ولا فما شيء. الآخرة هي فما نهار آخر باش تتجازى وباش يتعاقب، هي التي تحجز الناس بعضهم عن بعض. هذا والآخرة موجودة، وفما طغيان وفما كفر وفما والعياذ بالله. فسنجد نتذكر ونراجع، احنا مسلمين بحاجة إلى التذكر. اليوم الآخر، يوم الجزاء، يوم العدل، يوم الإحسان، يوم الرحمة. وكذلك سنجد حديث عن الملائكة وعن الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، أنزلها الباري هدى للناس. نتحدث عن القرآن، حديث كثير عن القرآن، وعلى لسان سيدنا موسى، وعلى محتوى رسالة سيدنا نوح، سيدنا عيسى، وسيدنا داود، وسليمان، وصالح، وشعيب، وهود، ولوط، وغيره. كلهم باش نلقاو باش نستعرضوهم، باش نتذكروا أن الدين واحد، وأنه من عند الله، وأن الرسالة واحدة هي إصلاح الناس وتعريفهم بالله، وحتى يرجعوا لله وحتى يصلحوا أمورهم ويمنعوا نهار آخر. كذلك الرسل الكرام بطبيعة الحال. ثم القدر الإلهي، ما هوش مذكور بالاسم القدر، فما وخلق كل شيء فقدره تقديرا، سورة الفرقان، قدره تقديرا. أما في بقية السور كلها باش تلقى حديث عن القدر ولو لم يسمى بهذا الاسم، لكن باش تلقى مضمون شنو القدر الإلهي. بدون قدر إلهي، لولا أن الله قدر كل شيء وخلق كل شيء وقدره تقديرا، بدون القدر حاجتين، بالنسبة للكون وبالنسبة للإنسان. أما بالنسبة للكون فإنه لا يثبت في الكون شيء ولا قانون في الوجود ولا نظام. نجم الماء هذا يروي، لولا القدر لقدر ربي سبحانه وتعالى وخاصياته نجم يحرق. وشنو هو الماء؟ ما هو متكون من زوز غازات حارقة، الأكسجين يحرق والهيدروجين يحرق، وربي يجعل منه ماء. نجم نهار من نهارات واحد يجي يشرب حاجة يلقى هيدروجين يشرب فيه والعياذ بالله، أقل شرارة يمشي إليه. فالقدر في الكون هو الذي نحتاج إليه. لولا وجود أن الله قدر الأمور، علاش الناس ترفض القضاء والقدر؟ بالعكس، القضاء والقدر هو اللي خلى كل شيء منظم، نقول الدنيا تطور، واللي على أساسه نجموا نتحدثوا، ونجموا نسافروا، ونجموا نتغذى ونستفيدوا من الغذاء، ونجموا كل شيء هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأيضا القدر بالنسبة لحياتنا يا مسلم، بالنسبة لحياتك، تعرف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذه النتيجة بالنسبة لي، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله سبحانه وتعالى أراد بنا الخير، وأن ما نفعله من معاصي هو بما كسبت أيدينا، وأننا لذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن نحتج على الخالق سبحانه وتعالى، لا يمكن. لا المشرك له الحق ولا له الحجة بأن يحتج على الخالق. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ما ينجمش يقول هذا، ولا أن يحتج على الخالق سبحانه وتعالى ويقول علاش هكا وعلاش أنا وعلاش الحاجة وعلاش الحاجة.
فهذه نلقاها مبثوثة في هذه الآيات الكريمة من سورة الشعراء، من سورة مع قصة إبراهيم وأبيه، مع قصة موسى عليه السلام، تتعاود بطولها تفاصيل رائعة في هذه السور وغيرها كثير. بل الحمد لله على أركان الإيمان الستة هذوما: الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. ثم باش نلقاه كذلك والحمد لله تنويه وإعادة تنويه وإجلال لشأن القرآن العظيم بصفة خاصة. القرآن مذكور بالاسم ومذكور بدوره بعمله بأنه هدى للناس وأنه يهدي. ثم سنجد الاتعاظ والتذكير بقصص الرسل كما قلنا، بمهام هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمواقف أقوامهم، بمصائب هؤلاء ومصائرهم بعد ذلك حين التذكير وحين رفضوا التذكير ورفضوا الاستقامة. شوفوا قوم لوط، قوم شعيب، تطفيف مكيال ميزان، فساد في الأرض، قطع الأرزاق، قطع الطرق إلى آخره، فساد في الأرض. قوم عاد من أشد منا قوة وغيرهم كثير. قوم صالح عليه السلام قال لهم عيشوا انتم وخليوا الكائنات تعيش معكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هذه الآية أو غيرها. قالوا لا نحب نخذها احنا بركة نشر لأجل ناقة أهلك الله أمه، لأجل كائن حي أهلك الله أمه. مش واحد يعرف راهو ماهوش هو الدنيا كان اللي هو بركة، ما هو إلا واحد من هذه الكائنات لا يفسد في الأرض، لا يفسد الهواء، لا يبير ولا يفسد معناها الكائنات من حوله، كلها بيخلقها المولى سبحانه وتعالى. ثم في هذا السياق سنجد بسط نعم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا متعددة الأصناف. رب يحدثنا عن الرياح، يحدثنا عن الأمطار، يحدثنا عن الإنبات، يحدثنا عن الشمس، عن القمر، عن النوم، عن الليل، عن النهار، على ما أتانا من كل النعم حتى نتذكر الله سبحانه وتعالى ونعرف راهو وما بكم من نعمة فمن الله، سواء في الطبيعة رياح، مياه، الشمس مذكورة في هذه الآيات، وإلا في الشريعة البشرية العائلة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الصهر النسب مش معناه نسيبي بو زوجتي ولا أخوه كذا، لا، النسب هو الابن والأب الأصول والفروع والحواشي، والصهر هو اللي نسميه احنا ننسب. وكان ربك قديرا. مش نعرفوا قيمة العائلة، قيمة التماسك الاجتماعي، الانفتاح على الغير، عدم الانكفاء، واحد ما ياخذ كان بنت عمه ما ياخذ كان كذا، إذا جاء البراني ما مرفوض كان، لا. رب سبحانه وتعالى خلقنا لكي نتعارف. وامتداح جميل جدا لعباد الرحمن، عباد الرحمن، وهذه النسبة إخواني نسبة تشريف اللي مش نسمعها، وعباد الرحمن الذين يمشون